السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة من وصفات مطبخ نعيمة أسكال. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وتكونوا بصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم كما كتشوفوا معايا نحضر معكم كريب حلو بواحد حشوه اللي كتجي لذيذه بزاف ومختلفه عن المعتاد. فبقاو معي شوفوا المقادير وطريقه التحضير. الا كنتوا اول مره كتشوفوني او كتشوفوا القناه، ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال العجين غادي نحتاج عندي هنا واحد نصف لتر ديال الحليب اللي كنوضعو هنايا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي فاش غادي نطحن الكل. هنا كما كتشوفوا درت نصف لتر ديال الحليب. غادي نزيد بيضه واحده، واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملحه. بالنسبه لي انا هاد الكريب غادي نخلطه في الخلاط الكهربائي، راه ممكن توضع الكل في الاناء وتخلطوه بالميكسور. زدت هنا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، واحد المعلقه كبيره او جوج معالق صغار ديال السكر سنيده، ممكن تزيدوا في الحلاوه الا بغيتو. درت واحد كيس ديال السكر المنسم بالفانيلا، جوج كيسان عنبه ديال الدقيق يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات. بالنسبه للدقيق غادي نحتاج واحد 220 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للمكونات راه غادي تلقاوهم هنا مكتوبين في صندوق الوصف. غادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. هنايا غادي نخلط الكل في الخلاط كما كتشوفوا حتى كنحصل على واحد القوام اللي كيكون خفيف. خفيف شي شويه ما يكونش ثقيل بزاف. يعني كنكتفيو جوج كيسان عنبه ديال الدقيق في نصف لتر ديال الحليب. صافي هنا غادي نصفي الكل بهذه الطريقه كما كتشوفوا، تاكدوا ياك ما فيه شي بقع ديال الدقيق. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نخليه جانبا تقريبا واحد 3 دقائق بما نطيبوه. يعني كنطيبوه في البلاصه ما كنخليوهش يرتاح. وبالنسبه لهاد الكريب راه ما كنديروش فيه الخميره ديال الحلوى. كنديروا المقادير كما عطيتكم انا. صافي هنا كما كتشوفوا وضعت المقله ديال الطيفال فوق النار اللي كتكون مهيله حتى كتسخن مزيان. من بعد كندير واحد الكميه ديال الخليط كما كتشوفوا. كنبدا نوزعوه كيف في في المقله، وكنحاول نعمر دوك الفراغات اللي كيبقاو. صافي وكنخليو النار تكون مهي متوسطه شويه، ما تكونش مجهده بزاف، ونخليو هاد الخليط حتى كينشف. وكيبان لكم هنايا الجوانب ديال هاد الكريب صافي بداو كيتحمروا وكيتحيدوا. صافي وكنبدا هكايا نقلبها، ولكن العافيه كما قلت لكم تكون متوسطه اولا مهيله، ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحرقش لكم. صافي كنقلبها بسهوله كما كتشوفوا. وكنحاول هكايا مره كندورها باش تحمر ليا في الجهه الاخرى. يعني غير كتبدا تحمر صافي كتحيدوها، ما تخليوهاش طيب بزاف باش ما تقصحش لكم. صافي هنا كما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل ديالها. كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنسيليهم كاملين. وهنايا بالنسبه للحشوه غادي نوجد معكم الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف الصراحه. هنايا خديت واحد علبه ديال البسكوي. خديت هاد النوعيه ممكن تستعملوا اللي كيتباع بدرهم. انا خديت هذا الوزن ديالو تقريبا 250 غرام. غادي نديرو هنايا في الهاشوار، غادي نطحنوه مزيان وماشي غادي نطحنوه حتى يولي فحال الدقيق، غادي نخليه عفوا مهرمش شي شويه. صافي هنا كما كتشوفوا كنطحنوا بهذه الطريقه. وكنديروا هنا في واحد المقله. كيكون بعدا هذا هو الشكل او القوام ديالو، يعني كيكون هكايا مهرمش ما كيكونش مطحون بزاف. صافي كنوضع المقله فوق النار اللي كتكون مهيله، كنوضع فيه هاد البسكوي، وكنزيد ليه هنا واحد 2 معالق كبار ديال الزبده تكون نوعيه جيده، ما تكونش المارغرين ولا ديال البوطه. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نستمر في التحراك، يعني غادي نحمر او نحمص هاد البسكوي باش يبقى بالقرمشه ديالو، ما يبقاش هكايا. يعني الا ضفنا ليه الشوكولات راه غادي يولي فحال العجينه. حنا بغينا نحسب ديك القرمشه ديال البسكوي عفوا. صافي هنايا كما كتشوفوا كنوضع الكل في واحد الاناء. كيكون هذا هو الشكل ديالو. يعني كيجي كيا مقرمش، ما كيجيش رطب بزاف. صافي غادي نزيد ليه هنايا الشوكولات ديال الدهن. اولا ممكن ذوبوا الشوكولات مربع، ذوبوه وتضيفوا ليه واحد علبه ديال دانيت.
انا كان عندي الشوكولاط ديال الدهن وضفته. غادي ندير تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الشوكولاط ديال الدهن يكونوا عامرين مزيان، وغادي نبدا نجمع مزيان حتى كنحصل على واحد عقده ديال البسكوي. هذا الخليط يكون مجموع شي شويه، ما يكونش كيتفرتت بزاف. كيكون هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا. صافي هنا كما كتشوفوا مباشره غادي نبدا نعمر في الكريب. بالنسبه للكريب هنا خرجت لي ديك الكميه ديال نصف لتر ديال الحليب وجوج كيسان ديال الدقيق، خرجت لي تقريبا واحد 14 الحبه ديال الكريب. بالنسبه لي انا راني استعملت المقله الكبيره اللي القطر ديالها 26 سنتيم. هنا كما كتشوفوا كنوضع الكريب، يعني كنقلبوا على الوجه ديالو وكنعمرو بديك الحشوه اللي كنت صايبت اللي كتجي الصراحه لذيذه بزاف. غير جربوا هذه الطريقه راه كيجي لذيذ. صافي كنبدا هنايا كنطوي الجوانب وكنلوي بهذه الطريقه كما كتشوفوا. ممكن ديروهم حتى على شكل بريوات الا بغيتوا، انا هنا فضلت انني نديرهم على شكل سيجار. صافي هنا كما كتشوفوا كنحط الكريب، كندير الحشوه غير من الفوق بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كنحاول نقدها بيدي باش هكا تجيني مقاده. راه ممكن تزيدوا مازال شويه ديال الشوكولاط الا بغيتوها تكون معجنه اكثر. صافي يعني انا اكتفيت غير بثلاثه ديال المعالق ديال الشوكولاط وراه جاتني العقده هكا مجموعه. صافي كنطوي دوك الجوانب ضروري باش ما تخرجش ليا الحشوه وباش نديرهم في نفس القياس. صافي كنبدا هكا نلوي بهذه الطريقه وانا كنزير باش ديك العقده تشد الفورمه ديالها هكايا، عطيني واحد الشكل اللي زوين. صافي هنايا كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنساليهم كاملين وكنعمرهم. هنا بالنسبه للحشوه راه كتبقى اختياري، ممكن ديروا غير الشوكولاط ديال الدهن وديروا قطعه ديال الموز ولا تفرستوا شويه ديال الاوريو. طريقه درتها معكم العام الفايت. وتدي ديك الحشوه راه كتجي لذيذه بزاف. ديروا الفواكه، ديروا الكريم باتيسير. المهم الحشوه راه كتبقى اختياري، ولكن هذه الحشوه الصراحه راه جات لذيذه بزاف. غير جربوها. صافي هنا كما كتشوفوا كنستمر حتى كنساليهم كاملين. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، زينوا باي حاجه بغيتو. انا هنايا سيتهم في واحد الصحن ديال التقديم. خديت الشوكولاط ديال الدهن درتو في واحد البلاستيك وقطعته هكايا وبديت كندير خطوط من الفوق بهذه الطريقه. تزييني سهل وبسيط. ممكن من الفوق ترشوا شويه ديال البسكويت الا بقى لكم، اولا ديروا الفواكه ولا ديروا اللوز يفيليه محمر. المهم كتزيين كيبقى لكم الاختيار. صافي هذا هو الشكل ديالهم النهائي كما كتشوفوا. كنتمنى انكم تجربوهم حيت اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. رجعوا الصراحه رائعين لا في الشكل ولا حتى في المذاق. ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق لهذا الفيديو، بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش كذلك انكم تدخلوا عندي الصفحه ديال الفيسبوك اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو هنايا في صندوق الوصف. واستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.